السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد. هعمل معاكم إن شاء الله النهاردة الفطير المشلتت. شايفين ما شاء الله طلع جميلة إزاي. معايا هنا طبعا كمية الدقيق اللي انتوا حابينها. أنا هنا تقريبا كيلو إلا ربع من الدقيق. تمام كده. عليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة من السكر. مقاديره سهلة وبسيطة وأحلى من الجاهز مليون مرة. هتعمليه في البيت وسهل جدا بصراحة. معي هنا مية دافية، طبعا مش بتحطله خميرة ولا أي حاجة، هو بس معلقة السكر ورشة الملح ومية دافية. نقلبهم كده كويس مع بعض مع المية. زودت هنا بقى شوية مية كمان عشان كانت العجينة لسه محتاجة مية. أبدأ بقى أعجنهم كده كويس قوي. لازم العجينة تتعجن كويس عشان تبقى العجينة مطاطية معانا، نعرف نفردها كويس وتكون مظبوطة معانا. كده اتعجنت كويس قوي ولمت معايا بالشكل ده. ادينا بقى دهن الزيت كده من على الوش واسيبها بقى ترتاح شويه. سبتها بصراحه شويه، نص ساعه ساعه الا ربع. معايا هنا بقى زبده سيحتها كده شويه على النار على خفيف يعني مش قوي. اخد بقى العجينه بتاعتي كده على الصينيه. دهنت الصينيه الاول كده بالزبده، حطيت عليها بقى العجينه الحلوه دي وابدا افردها. هنا كده هنفردها مستطيله. ادي هنا بقى من الزبده برضو كده من على الوش، يبقى الزبده من تحت ومن فوق كده. انتهى الزبده بعد ما فردتها كويس قوي مستطيله بالشكل ده كده. العجينه يا جماعه كانت ما شاء الله تحفه بصراحه، لان هي معجونه كويس قوي. وطبعا سبتها ارتاحت شويه فاتفردت معايا حلو. ابدا اقطعها بقى كده بالسكينه. بالسكينه بقى بالقطاعه اي حاجه اللي موجود عندكم يعني. اقطعها بقى كده بالشكل ده. يا رب سبحانك. شايفين العجينه شكلها حلو ازاي ان شاء الله. جربوها بقى بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض تاني برضو الفطير بطريقه تانية باذن الله. تمام كده بالشكل ده. نبدأ نتنيها بقى كده تبقى طبقات. شايفين ما شاء الله. تنيتها كده طبقات ولميتها بالشكل ده كده. احطها بقى في الصينية كده. الصينية برضو تكون مدهونة بالزبدة، سمنة بقى او زبدة زي ما انتوا عايزين. ندهن الصينية بتاعتنا اللي هنسويها فيها بالشكل ده كده بقى، ونفرد الفطيرة بتاعتنا الجميلة دي وتاكلوا بقى احلى فطير.
ما شاء الله. شايفين عجينة حلوة ازاي؟ نفردها بقى بالشكل ده كده. فردتها بقى كده كويس قوي. نكون مسخنين بقى الفرن ونحطها بقى في الفرن ونفتح لها الشوايه من فوق. ما شاء الله. شايفين بقى الجمال؟ شايفين بعد ما اتحمرت في الفرن؟ ما شاء الله. دي كده وهي لسه في الفرن. الله على اللون، تحفة، الطعم روعة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ جميلة بصراحة. اتفضلوا معانا يا جماعة، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة.